بسم الله الرحمن الرحيم. من الفيديو ده هنبتدي نتكلم عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجالات المختلفة. وهنبتدي الأول نتكلم عن دوره في التعليم. تخيل معايا لو كان عندك مدرس خصوصي بيشرح لك المنهج على قد فهمك بالظبط. لو كنت بتواجه صعوبة في مادة معينة بيشرحها لك بطريقة تانية مختلفة لحد ما تفهمها. زمان كان ده حلم، لكن دلوقتي أصبح حقيقة بفضل الذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا اللي بتعيد تشكيل التعليم بالكامل وبتخليه تفاعلي أكتر. هنتكلم عن التعليم الذكي وهنشوف إزاي الذكاء الاصطناعي بيساعد الطلاب والمدرسين والآباء. بس الأول خلينا نفهم إيه هو الذكاء الاصطناعي في التعليم. ببساطة الذكاء الاصطناعي في التعليم هو استخدام البرامج الذكية عشان تحلل بيانات الطلاب وتجربة التعلم. البيانات دي ممكن تكون عن أداء الطالب في الامتحانات أو الوقت اللي بيقضيه في حل الواجب أو حتى إيه الأسئلة اللي بيغلط فيها كتير. الذكاء الاصطناعي هنا مش جاي يحل محل المدرسين، بالعكس هو بيخليهم يقدروا يشتغلوا بشكل أكتر كفاءة. هو اللي بيساعد المدرسين يفهموا إيه الصعوبات اللي بيواجهها الطلاب وإزاي يطوروا طريقة شرحهم. الذكاء الاصطناعي بيخلي التعليم أكتر تخصيصا لكل طالب، وده بيخليه يتعلم بشكل أفضل. إيه هي أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ مع شوية أمثلة عملية. ال AI دخل في كل خطوة من خطوات العملية التعليمية. خلينا نشوف إزاي. أول حاجة التعلم المخصص Personalized Learning. دي يمكن تكون أهم وأشهر استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم. زمان كان المدرس بيشرح نفس المنهج لكل الطلاب بنفس الطريقة بصرف النظر عن قدراتهم المختلفة. دلوقتي ال AI بيقدر يحدد مستوى كل طالب ويقدم له محتوى تعليمي يتناسب معاه بالظبط. وده بيعمله عن طريق تحديد مستوى الطالب في برامج بتشتغل بالذكاء الاصطناعي بتعمل اختبارات تشخيصية للطالب وبتحدد ايه المهارات اللي محتاج يطورها. تقديم محتوى. بناء على الاختبارات دي البرنامج بيقدم للطالب دروس ومسائل مصممة على قده بالظبط. لو الطالب بيواجه صعوبة في نقطة معينة البرنامج بيشرحها له بطريقة تانية وبيخليه يحل تمارين أكتر عليها لحد ما يفهمها. تاني حاجة المساعدون التعليميون Educational Assistants. الذكاء الاصطناعي بيقدر يكون زي مساعد شخصي لكل طالب. وبيعمل معاه إيه؟ أول حاجة الإجابة على الأسئلة. في برامج بتشتغل بالذكاء الاصطناعي بتقدر ترد على أسئلة الطلاب في أي وقت حتى بعد المدرسة. وده بيساعد الطلاب يخلصوا واجباتهم أسرع ويفهموا المواضيع الصعبة. المدرس الذكي. في برامج بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تشرح المواد المعقدة. ممكن تعمل محاكاة لمواقف علمية أو تعرض فيديوهات تعليمية تفاعلية. تالت حاجة تقييم الأداء. تصحيح الامتحانات مهمة صعبة ومملة خاصة لما يكون عدد الطلاب كتير. ال AI ممكن يفيدنا في التصحيح التلقائي. ال AI بيقدر يصحح أنواع معينة من الامتحانات زي الاختبار من متعدد أو الأسئلة اللي ليها إجابة واضحة في ثواني. ده بيوفر وقت كبير على المدرسين. تحليل الأداء. ال AI بيقدر يحلل أداء الطلاب في الامتحانات ويحدد إيه النقط اللي بيغلطوا فيها كتير. ده بيساعد المدرس إنه يعرف إيه المواضيع اللي محتاجة شرح أكتر. ال AI ما اقتصرش على المدارس بس، ده دخل في كل فروع التعليم. واحد التعليم الإلكتروني ال e-learning. منصات التعليم الذكية. المنصات اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي بتقدر تقترح عليك كورسات بناء على اهتماماتك وخبراتك. كمان بتقدر تتوقع ايه الكورسات اللي ممكن تكون مفيدة ليك في المستقبل. التواصل مع الطلاب الشات بوتس ممكن تستخدم في منصات التعلم الإلكتروني عشان ترد على أسئلة الطلاب في أي وقت. تاني حاجة مساعدة المدرسين. الذكاء الاصطناعي بيساعد المدرسين يركزوا على الشرح والتفاعل مع الطلاب. المهام الإدارية. الذكاء الاصطناعي بيقدر يساعد المدرس في المهام الإدارية زي تسجيل الحضور والغياب وإعداد تقارير الأداء. تطوير المنهج. الذكاء الاصطناعي بيقدر يحلل أداء الطلاب ويقترح على المدرس إزاي يطور المنهج عشان يكون أكثر تفاعلية. على قد ما الذكاء الاصطناعي فيه مميزات كتير على قد ما فيه تحديات لازم نكون واخدين بالنا منها. أولا التكلفة العالية. التكنولوجيا دي غالية جدا ومش كل المدارس خاصة في الدول النامية تقدر توفرها. تاني حاجة الخصوصية. البيانات الخاصة بالطلاب حساسة جدا. استخدام الذكاء الاصطناعي بيعتمد على جمع كميات ضخمة من البيانات دي وده بيثير قلق كبير بخصوص أمنها وخصوصيتها. تالت حاجة التأثير على المدرس. بعض الناس بتخاف إن الذكاء الاصطناعي يحل محل المدرس،
بس المدرس ليه دور إنساني مهم جدًا زي التشجيع والتعاطف، وده صعب الذكاء الاصطناعي يعمله. طيب إيه هو المستقبل بالنسبة للذكاء الاصطناعي في التعليم؟ الذكاء الاصطناعي في التعليم لسه في بدايته، والمستقبل هيشهد تطورات خيالية. أول حاجة المدارس الذكية، ممكن نشوف مدارس بتشتغل بالكامل بالذكاء الاصطناعي، من أول الدخول والخروج لحد الشرح والتقييم. التعليم التفاعلي، الذكاء الاصطناعي هيساعدنا نستخدم الواقع الافتراضي والمعزز عشان نخلي التعليم أكتر متعة وفاعلية. التعليم مدى الحياة، الذكاء الاصطناعي هيساعدنا نتعلم مهارات جديدة طول حياتنا بغض النظر عن سننا أو مكاننا. ال AI مش هيحل محل المدرسين، لكنه هيساعدنا نبني نظام تعليمي أكثر ذكاءً ونعلم الأجيال اللي جاية بطريقة أفضل بكتير. خليني أتكلم معاكم عن أهم الأدوات اللي ممكن يستخدمها الطالب أو المدرس في التعليم. أول حاجة شات جي بي تي، أشهر أداة حاليا بتساعد في الشرح وتوليد الأسئلة، إعداد خطط دروس وتصحيح النصوص. المعلم أو الطالب يقدر يطلب شرح مبسط أو امتحان تجريبي. تاني حاجة ماجيك سكول اي اي، مخصص للمعلمين، بيعمل خطط دروس، أسئلة امتحانات، وبيساعد على التفرقة بين مستويات الطلاب وحتى إعداد دعم لذوي الاحتياجات الخاصة. جريد سكوب، مفيد جدا في تصحيح الواجبات والامتحانات سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وبيوفر وقت كبير على المعلمين. 4. كويزز اي اي، لعمل اختبارات ومسابقات تفاعلية ممتعة للطلاب. الأداة بتولد أسئلة بشكل تلقائي من موضوع معين. 5. ديفيد، مميز في تبسيط النصوص أو عمل نسخ بمستويات مختلفة حسب مستوى الطالب، يعني نفس الدرس يتقدم بطريقة صعبة أو سهلة. تيتش اف اكس، بيسجل الفصل ويطلع للمعلم تقرير عن مين بيتكلم أكتر ودرجة تفاعل الطلاب، وده بيساعد المعلم يعرف يغير طريقته. خان ميجو، مساعد ذكي من مؤسسة خان أكاديمي، بيشرح للطلاب خطوة بخطوة خصوصا في الرياضيات والعلوم. كوبي ليكس، بيستخدم لاكتشاف النسخ أو الانتحال في أبحاث الطلاب، وكمان يكشف المحتوى اللي معمول بالذكاء الاصطناعي. في شوية فوائد وتحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعي عموما. هنلاقي بالنسبة للفوائد إنها بتوفر وقت كبير للمعلمين في إعداد الدروس وتصحيح الواجبات، تخصيص التعليم حسب قدرة الطالب، مستويات مختلفة، سرعة تعلم مختلفة، أساليب تعلم متنوعة، تحفيز التفاعل داخل الفصل والتحفيز على المشاركة، تعزيز التغذية الراجعة للطلاب، إن يكون ليهم ملاحظات سريعة ودقيقة تساعدهم يتحسنوا. طيب بالنسبة للتحديات، جودة المحتوى، الأدوات ممكن تنتج أخطاء أو إجابات سطحية أو غير دقيقة. مسائل أخلاقية مثل حقوق الملكية، الصدق الأكاديمي، خصوصية الطلاب، التفاوت في الوصول للتكنولوجيا. مش كل المدارس أو الطلاب عندهم الأجهزة أو الإنترنت الكافي. المعلم لازم يبقى مراجع دائم للمحتوى اللي الأداة بتنتجه، مش يخليها تعمل كل شيء لوحدها. لو أنت متحمس للمستقبل ده، قول لنا إيه أكتر استخدام للذكاء الاصطناعي في التعليم لفت نظرك. شاركنا في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.